زي ما قال ضيفي السابق شادي التيني ان السينما اللي بتعبر عن الحرية هي السينما اللي حاليا مفروض تكون موجودة، لان حاليا هي الحرية اللي بتنادي بيها السينمات العربية، عشان الواقع العربي بينادي بالحرية. وانطلاقة الحرية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من لبنان، بنرجع تاني على مصر وعلى السينما المصرية، وعمل متميز جدا جدا جدا، لان هو من قلب شارع محمد محمود، الشارع اللي شاف ودم الشهداء سال عليه، الشارع اللي هيفضل يحكي، وهتفضل جدرانه وهتفضل أرضه تحكي عن أبطال وعن معارك خدوها شباب ممكن يكون عمرهم ما عداش حتى وما حصلش ال20 سنة عشان يوصلوا للحرية. النهاردة هيكون معانا صانعي فيلم عيون الحرية شارع الموت. النهاردة بنرحب بالأخوين محمد ورمضان واحمد صلاح، او زي ما معروفين سوني. مرحب بكم. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ كله تمام. اولا مفارقه غريبه جدا، هنتكلم على فيلم عيون الحريه شارع الموت، سواء ان الفيلم يعرض في ذكرى احداث محمد محمود من خلال مهرجان القاهره، او سواء ان الفيلم يعرض في ظل الاسبوع العصيب او الاسبوع المهم اللي احنا ماشيين فيه دوت. كلمونا اكتر عن الفيلم دوت وكواليسه. نبتدي من عند رمضان. احنا شارع الموت ده اسم كان اطلقه احد اصدقائنا السينمائيين واحنا في احداث محمد محمود الاولى في نوفمبر 2011. احنا كنا بنغطي الاحداث طول الوقت، انا واحمد اخويا من اوائل الثوره، من ايام 25، واحنا كل يوم بننزل للتوثيق. ففي محمد محمود الموضوع كان مختلف. احنا كان عندنا فيلم اولاني اسمه 18 يوم في مصر، برضو كان لفينا بيه حوالين العالم حوالي 25 دوله، وحصل على عده جوائز. برضو كان احداث 18 يوم الاولانيه، وده كان فيلمنا الثاني عن الثوره. ما كناش لسه خدنا قرار اللي احنا نعمل فيلم غير بعد انتهاء الاحداث بيوم او بيومين، غير الفيلم الاولاني. عيون الحريه شارع الموت، التسميه جت على الاسم على جزئين. كلمة عيون الحرية جت الأول علشان ده اسم أطلقوا الثوار نفسهم، عشان ده كان أكبر حدث في إصابات العيون في الثورة كلها، وعلى رأسهم دكتور أحمد حرارة يعني اللي أشهر. كلمة شارع الموت جت من شراسة المعركة اللي كانت، إن كان في عدد شهداء كتير أكثر من 45 تقريبا، وعدد مصابين كتير جدا وصل 3000 تقريبا برضو حسب الإحصائيات. فكانت معركة شرسة جدا، والشارع فعلا كان متخيم عليه ظلال الموت زي ما بيقولوا. فمن هنا جت تسمية الفيلم. ومحمد محمود بالتحديد هو ده الحدث اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي، بغض النظر مع اختلافنا الكامل على اللي موجود، سواء حصلت انتخابات رئاسيه او برلمانيه او مجلس شعب او شورى او دستور بيتكتب. كل ده كان نتاج ابطال محمد محمود وعلى دماء الناس اللي ضحوا بحياتهم محمد صحيح. محمود يعني. صحيح. لو حبينا نعمل جزء تاني لعيون الحرية شارع الموت بتواكب أحداثه الأحداث الأخيرة اللي في محمد محمود، واللي لسه تكون جزء منها حقيقي مستمر لحد دلوقتي، هتسموه إيه؟ لا، هو بعيدا عن ان يبقى في جزء تاني والكلام ده كله، يعني لو نفترض فرضا لو هنسميه هسميه كوبي بيست. كوبي بيست. كوبي بيست يعني قص ولازق يعني زي ما بنقول الاحداث بتعيد نفسها. احنا من اول ما بدانا ان احنا نوثق احداث الثوره المصريه، خدنا قرار ان احنا نفضل مكملين في افلام الثوره. بدانا ب 18 يوم في مصر، دخلنا الفيلم الثاني عيون الحريه شارع الموت، شغالين في فيلم دلوقتي اسمه بروفة ثوره. بروفة ثورة عن كل الأحداث ما قبل 25 يناير. حتى كنا المفروض هنتوقف عند الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد الأحداث اللي حصلت قررنا إن احنا لا نعمل ستوب شوية ونغير الفينال بتاع الفيلم لما نشوف الأحداث هتحصل إيه. بالنسبة لعيون الحرية شارع الموت، احنا شاركنا بالفيلم في 5 مهرجانات دولية، في الجزائر وفي إيران وفي بيروت وفي روتردام في هولندا. خدنا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان بيروت السينمائي الدولي. خدنا الجائزة الذهبية الأولى في مهرجان رويش السينمائي الدولي في إيران. واحنا مكملين واخدين عاتق على نفسينا ان احنا لازم نوثق كل الاحداث دي، لان التاريخ المصري لازم يتكتب من جديد بعد ثوره 25 يناير. الاجيال الجديده اللي ما شافتش الثوره اللي لسه هتطلع على وش الحياه لازم يشوفوا المصريين لما صمموا على شيء عملوا ايه. والنظره بتاعت الدول الاوروبيه مختلفه لما شافت فيلم، لان كان تكوينها عن اي حدث عن الثوره عباره عن مجرد ريبورتاج بتشوفه في اي قناه او اي وكاله، لكن لما شافت حدث مكتمل في فيلم كامل
شافت الثوره المصريه برؤيه اكتر. انتوا يعني تقسيم الشغل ماشي ازاي؟ انتوا الاثنين مخرجين، الموضوع ماشي ازاي؟ سكريبت رايتنج، تصوير، هل كل الماتيريال او كل الماده اللي في الفيلم تصويركم انتوا شخصيا، ولا في مواد مثلا كان من مصورين اخر؟ تمام. احنا المره دي الموضوع كان مختلف معانا. احنا عملنا تيم وورك. هو احنا 2 مخرجين، واحنا 2 برضو اشتركنا في كتابه السيناريو. معانا 2 كمان اصدقائنا، نادر الرفاعي سيناريست، واحمد شاكر هو موجود في الفيلم بيعمل شهاده حيه، وكمان هو مهندس ديكور سينمائي اصلا يعني. وفي التصوير احنا كنا 5، كنت انا واحمد، وفي 3 اصدقائنا كمان معانا، البراء عبده وكريم مغاوري، هو ممثل ومخرج مسرحي اصلا بس بيصور طول الوقت. وفي حاله خاصه اللي هو الخامس اسمه احمد نجيب اونا، هو فوتوغرافر محترف عايش في دبي على طول. اتعرفنا عليه في وسط الاحداث محمد محمود بالصدفه. هو احمد حالته الخاصه اللي احمد ما بيسمعش، عنده صمم، فهو طول الوقت بيصور ومش سامع. بس بينزل الاحداث. بينزل الاحداث طبعا وبيصور وهو مش سامع. يعني الخطر كان اللي هو ما بيسمعش الضرب، ما بيسمعش، هو بس شايف الكاميرا وبيصور بس. فطول الوقت بيتحرك. انا شفنا حد دايما دؤوب وبيتحرك كتير وبيدخل جوه قوي والناس تقعد تشده. فاكتشفنا من كلامنا معاه اللي هو بيقرا لغه الشفايف بس بيفهم، او تكتب له ان هو ما بيبقاش سامع الضرب. ده كان خطر جدا. فهو حاله خاصه احمد لوحده، فيلم لوحده يعني. ده برضو رحب اللي هو يشترك معانا في الفيلم، وكنا تيم وورك. حوالي 98% من الماتيريال بتاعنا ما عدا لقطات ارشيفيه بس للشهيد اللي القي في الزباله، الفيديو العالمي المشهور اللي الناس شافته كلها على مستوى العالم يعني. هو ده الفيديو الوحيد الارشيفي عندنا في الفيلم. ده الوحيد. ده الوحيد. والتصوير كله بتاع ال5، المجموعه ال5 اللي احنا اشتركنا كلنا في الفيلم. اعمال كتيره جدا اتعملت، سواء دوكي دراما عن الثوره في اثناء الثوره او 18 يوم، او افلام واخده الطابع الروائي شويه عن الثوره. منها افلام روائيه نزلت بشكل تجاري زي صرخه نمله وغيرها، ومنها افلام تجاري يعني روائيه بس ما نزلتش لسه بشكل تجاري زي 18 يوم لمجموعه من المخرجين منهم مروان حامد وغيرهم. شايفين هل السينما سواء بشكلها الوثائقي او بشكلها الروائي قدرت ان هي لحد دلوقتي تنقل بشكل حقيقي الثوره المصريه اللي هي لسه مستمره؟ لا، انا شايف ان لا. في بعض الافلام انا كنت ضد ان الناس تعمل فيلم عن فتره مفتوحه. يعني لما حد يجي يتكلم عن ال 18 يوم يتكلم عن 18 يوم، الاحداث معروفه من اول 25 يوم لغايه يوم التنحي. لما تيجي تعمل فيلم دوكيومنتري عن شارع معين او حدث معين، دي فتره مقفوله. لكن في افلام ما كانتش من الاساس السكريبت مكتوب انه ثوره واتحط فيها. للاسف في بعض الافلام تجرت بالثوره، وفي افلام لا فعلا الناس واخده على عاتقها ان الناس تشوف المصريين عملوا ايه، فقرروا ان هم يعملوا ده. انا شايف ان لسه محتاجين كتير قوي علشان نشوف الثوره المصريه بعينين سينمائيين، وخصوصا من الشباب اللي هم موجودين، لان الثوره المصريه فيها حاجه مميزه جدا في الفتره دي، ان اول مره في تاريخ الثورات ان السينمائي ينزل يشارك بنفسه. طول عمرنا كسينمائيين بنشوف الحدث بعد ما بيخلص او اثناء ما هو شغال بنكتب السكريبت واحنا بعيد، لكن من اول 25 يناير لغايه الاحداث اللي هي شغاله دلوقتي كل السينمائيين موجودين بصفه كبيره جدا، الشباب والكبار كلهم موجودين. فالسينمائي عنده عينين، عين السينمائيه بتاعته اللي بيشوف بيها، وعين المشاهد العادي اللي هو بيشوف فيها، فقادر ان هو يوثق. فلا احنا لسه محتاجين افلام كتير قوي علشان نشوف، لان لسه في احداث كتير قوي، في حالات انسانيه كمان، لان احنا ان في ناس كتير عملت افلام عن الحدث بس حصل فيه ضرب الصبح وضرب بالليل والكلام ده كله. لا، في محتاجين افلام عن الاطباء. محدش فكر ان هو يعمل فيلم عن الاطباء. الشرفات الميدانيه بالظبط. يعني لهم دور ليهم يعني دور مهم جدا. ليهم دور مهم جدا. طبعا. فمحتاجين حالات انسانيه. عشان كده برضو في عين الحريه شارع الموت، هو الاحداث حصلت في 5 ايام. احنا ما خدناش الفيلم من وجهه نظر ان النهارده عمل ايه تاني يوم وهكذا. لا، احنا ركزنا في الفيلم على فكره حقوق الانسان، الحالات الانسانيه. لما تشوف واحد رجليه 2 مقطوعين وقاعد على كرسي بعجل وداخل جوه الشارع، ده محتاج ايه؟ لما تلاقي واحد متصاب في 28 يناير ورجله مقطوعه بسبب الرصاص اللي كان موجود ومشارك في وسط الاحداث. من المواقف برضو اللي اثرت فيا ان انا قابلت ست كبيره، ابنها كان مشارك في الاحداث وما لقيتوش، اختفى منها. فلما شافت ناس مصابين في المستشفى الميداني سابت ابنها ونسيته وراحت اشترت ادويه للمصابين. فلا، الفيلم فيه حاله انسانيه. احنا صورنا تقريبا 50 ساعه من الماتيريالز. الفيلم طالع في 52 دقيقه. الحمد لله قدرنا بنسبه كبيره جدا بشهاده
جميع الناس اللي شافته ان احنا نوثق الخمس ايام بشكل كويس يعني. احنا بنحييكم على هذا العمل لفتوا نظرنا لنقطة مهمة جدا، وهي ان انتوا هتستمروا في تقديم افلام عن الثورة طالما الثورة مستمرة. احنا بنشكركم شكرا جزيلا الاخوين رمضان واحمد صلاح، بنشكركم شكرا جزيلا جدا. عيون الحرية شارع الموت هو احد الافلام اللي بتشارك في قسم حقوق الانسان وبتشارك بشكل عام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الثورات العربية وعن سينما الحرية. ومن انطلاقة الحرية هنشوف جزء من الفيلم تريلر ونرجع تاني نكمل استوديو مهرجان القاهرة السينمائي على نايل سينما. خليكم معنا. اي حد بيقول يسقط حكم العسكر لازم يموت، اي حد بيقول الداخليه لازم تتطهر لازم يموت، اي حد بيقول مصر عموما لازم يموت. خلوا الواحد يتخيل ان المصري ده او البني ادم عموما ملوش اي ثمن وملوش اي معنى. عينيا راحت بس لسه واقفين على الارض. في وسط كل الضرب وفي وسط كل الموت ده يعني ابتسمت وقالت لنا خشوا يا رجاله. حرب افراد الشرطه كلهم تخصصهم قلب ودماغ وعينين، كفانا البلد بقت مليانه معوقين. مش هنسكت على الظلم تاني، مش هنسكت على القهر تاني. موتني واللي في ظهري اما الاقيني مت هيجي يقف مكاني عشان هو كمان يموت.